عارف لما تكون اسكندراني بيعرف يخرج يروح اي مكان في اسكندريه؟ مستحيل يتوه وحافظ كل الاماكن وبيروحها بمنتهى التلقائيه، وحتى لو تاه فبشكل تلقائي بيطلع على البحر او ترام وهو حلو قوي كده هيوصل. بس لسبب ما اضطر ان هو يروح القاهره الواسعه اللي بيروحها بيتوه في كل حته، لا عارف بيروح فين ولا عارف بيجي منين علشان مش من اهل البلد. انك تكون ماشي وعارف طريقك من غير ما تفكر وتحتاس، هي دي اللي احنا بنسميها الطلاقه، عكس المثل التاني اللي بتقعد تسال كتير وبتتوتر. طب ازاي اوصل للطلاقه في اللغه بتكلمها كاني واحد من اهل البلد؟ اول مرحله هتبقى مش عارف ان انت لو رحت هتبقى محتاس. تاني مرحله انك رحت واحتست في الشوارع ومش عارف فيها اي حاجه. تالت مرحله هي المرحله اللي هتبدا تتعرف فيها على الشوارع والطرق. رابع مرحله هي المرحله اللي انت حفظت فيها الشوارع وبتقدر تمشي فيها بمنتهى التلقائيه، لا تايه ولا محتاس. والطلاقه في اللغه زيها زي اي حاجه العقل بيعملها، لازم تعدي بنفس الاربع مراحل. لو مشيت عليهم بنفس الترتيب هتوصل لمرحله انك تتكلم انجليزي من غير ما تفكر ومن غير اي مجهود. بس في البدايه طبعا محتاجين شويه مجهود علشان نوصل لده. واكتر حاجه هتساعدك علشان توصل لمرحله انك تتكلم انجليزي بشكل لا واعي انك تحفظ اهم واشهر الجمل اللي بتستخدمها في المواقف الحياتيه اليوميه. ودي طريقه احنا بنسميها طريقه التشانكس اللي بيرشحوها كل علماء اللغه. والتشانكس دي بتخليك تتكلم انجليزي بشكل لا واعي، لان هي معتمده انك تحفظ استنباط او جمل كامله مش كلمات منفرده بعيده عن بعضها. فطبعا ده بيسهل عليك الحفظ كتير جدا وبيوصلك للطلاقه اللي انت عايزها بسهوله. وعلشان تستخدم طريقه التشانكس صح لازم تعمل حاجتين اساسيتين علشان توصل للطلاقه اللي انت عايزها. اول حاجه انك تبقى عارف ايه هي اصلا الجمل اللي انت هتحتاج انك تحفظها، مش اي جمل وخلاص. وتاني حاجه انك تحفظ الجمل دي وتحطها فعلا في محادثات حقيقيه. طب انا هعرف ازاي الجمل الاساسيه اللي احنا بنستخدمها في المواقف؟ وهعمل محادثات ازاي؟ جبت لك الحل. كتاب اهم 6000 جمله في الانجليزي اللي جمعت فيه اهم 6000 جمله في الحياه اليوميه، ومعاهم كمان اهم 1000 كلمه هتحتاجهم كل يوم، وكل الجمل دي مسجله بالامريكان اكسنت علشان تتعلم صح. الكتاب كله بطريقه التشانكس، ودي اسهل طريقه ممكن تذاكر بيها الانجليزي وكمان تفتكره بسهوله. الكتاب مش هيزهقك خالص علشان كل المحادثات اللي فيه بطريقه مرحه ولذيذه ومترجم بالعاميه، وكل الكلام هنا هزار. عباره عن محادثات بين شخصيتين رئيسيتين اوليفر وسعديه بيمروا بمواقف الحياه كلها، اكتر من 35 موضوع شامل اكتر من 400 محادثه. شوبينج، مواصلات، مطاعم، كلام مع اطفال، مستشفيات، تقديم الدعم، الكلام عن الطقس والوقت. اي حاجه هتحتاج ان انت تتكلم بيها في الانجليزي هتلاقيها موجوده في الكتاب ده. الكتاب دلوقتي موجود على الموقع بتاعي، اطلبه علشان يوصلك بشحن مجاني. اشتريه دلوقتي واستعد للطلاقه في الانجليزي.